النهائي، ومباراتين قويتين نتائجهم مهمة جدا في مشوار هذه البطولة. يتحدد فريقان سينتظران فريقان من الغد إن شاء الله، أحدهما بإذن الله منتخب مصر، ونرى من سيصل من الأربع منتخبات إلى خط النهاية وحمل اللقب، وبإذن الله ما بين قوسين أكيد بإذن الله تعالى ونتعشم في وجه الله انه منتخب مصر. عموما ده محور مهم النهارده في كلامنا، ولازم نتفاهم ونعرف ايه الخطه، ايه الشكل، ايه الصوره، هو منتخبنا مستعد ازاي، الجماهير بصه للمنتخب ده ازاي، الرؤيه التحليليه والنقديه من نقادنا الرياضيين، المديرين الفنيين واهل الكره ازاي شايفين القدرات الفنيه للاعبين بتوعنا بعد ما شفنا هذا العدد من المباريات سواء منتخبنا او المنتخبات المنافسه. كل ده هيكون محور مهم جدا في حديثي مع اثنين من كبار النجوم في عالم الرياضه وكره القدم، استاذنا ومعلمنا وواحد من شيوخ النقد الرياضي، وانا شخصيا يعني انا جاي وانا في منتهى السعاده لانه بقالي زمن ما طلعتش مع الاستاذ شوقي حامد الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. شرف ليا ان انا النهارده مع حضرتك. انا اللي سعيد ان انا معاك حسام، وسعيد ان انا مع مؤمن. طبعا. انا بعتبركم مش اخواتي. لا ده انت استاذنا طبعا ده شرف لينا. بسعد بان انا بتعامل مع ناس قيمه وقامه. الله يكرمك، شرفتنا ونورتنا يا شوقي بيه، وانا شاكر لوجود حضرتك، وطبعا المدرب العام السابق لمنتخب الناشئين والمدير الفني الحالي لنادي الترسانه. طبعا الترسانه وتاريخه كله قد ايه من الانديه اللي ليها قيمه، ودايما لما يبقى فيها مدير فني تعرف انه له مواصفات خاصه. كابتن مؤمن عبد الغفار، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ، مشرفنا ونورنا. انا ببقى سعيد طبعا بوجودي معاك لينا الشرف، بيتك ومكانك يا فندم. استاذي بقى الكبير نجم الصحافه استاذنا قول لنا استاذ شوقي بقى من وانا صغير. طبعا ودايما ونعم التربيه. وانا بلعب حتتي وانا ايوه بحبه من اول ما لمس الكوره. لا كان لعيب كابتن مؤمن. لا ده حاجه ثانيه. ايوه طبعا، يعني منطقه واحده بين السرايات يعني. طبعا احنا خريجي حته شعبيه اسمها بين السرايات. طبعا فكره طبعا. لما كنا بنلعب هناك كوره كنا بنقفل اهم شارع في المنطقه، شارع ثروت. شارع ثروت يا نهار ابيض، يتقفل كده بتاع الجامعه ده، يتقفل نحط فيه عرض. ايوه صح. ويبقى فيه دورات وكؤوس وميداليات. يا سلام. مره جه عبد البقال طبعا اهم كشاف في تاريخ الاهرام ده في الاهلي. انت تجوني بكره النادي معاكم لبس كوره مش لبس كده يعني. فقلت له حاضر. رحت لوالدي بقول له انا، قال لي كوره ايه؟ تروح فين؟ كانش عارف مستقبل. انت في الاعداديه. هو انت لازم تجيب مجموع. ايوه. تخش وما رضيش. لا وما رضيش. في المنطقه كان في نجوم كبار كمان. يا سلام. يعني عوضين وفكري حامد. الشارع لما كان فيه كوره كان فيه كوره حلوه في البلد كلها. حماده عبد اللطيف. نفس حماده من عندنا. يا سلام. ابراهيم فرحات في السكه. يا سلام. في اسامي كبيره جدا. الله ما بقول لحضرتك الكوره لما كانت في الشارع بالكوره الشراب العاديه دي اللي كانت الناس تطلع السفنج من الاتوبيسات والترميات وتعمل بيها كوره، والبولوتكس والخيط والكلام ده، كان في كوره. دورات رمضان. داخلين على ايام رمضان. نشوف بقى الدورات الشعبيه دي يا حسام بيجيها ناس وجماهير في كل المحافظات. انا فاكر في اسكندريه كنا بنقعد نتفرج. كانت تفرح. وفي الاخر وفي نجوم معروفين نستلم يقول لك ده بتاع منطقه ده وده منطقه كده. تلاقي في احترام. يا سلام. يعني تلاقي الدوره شغاله وبتلعب وفي ناس حوالين الملعب ده عادي جدا وبيتفرجوا. مفيش بقى لا مشاكل ولا الكلام ده خالص. هي الروح، ما هي دي اسمها الروح الجميله، الروح الرياضيه. الشوارع نفسها ما كانش فيه بقى مباني كتير ولا كان فيه عربيات. وكانت الشوارع تلعب فيها الناس كلها تقعد في البيوت تتفرج على الناس صغيره بتلعب. ده قصه ثانيه. قصه ظريفه جدا. قبل انا اتفضل. لا بالعكس ده نتفرجك كده بس. واحنا في حتتنا دي حته جميله، حته شعبيه قدام الجامعه، ففي ناس دايما بتمارس كوره شراب. فاحنا قاعدين تحت بيت واحد صاحبنا الشبكش تحت البيت على شارع ثروت. فالولاد بيلعبوا يعني كلتنا رجلينا وعايزين فقمنا بصيتوا لبعض كام كوره. بصينا لبعض كده شويه وعربيه بوليس وقفت وظابط مش ظابط حتى واحد كده نزل منها. يلا تعال لمكم. لا هيلمنا مش ليه بقى؟ كان لسه هيلمنا. ايه يا عم تلعبوا كوره؟ يلا الظابط يا عايزكم يلا هيركبنا البوكس. فقلت له اهبط بس انا ملازم اول فلان. في قوات مسلحه كنت لا يا فندم انا هودي نفسي في داهيه.
في المكان ده كان ملاعب جامعه القاهره كلها احنا قريبين منها فكل شباب بين الصالات بيلعب فيها، يروحوا معديين، بيلعبوا بس بيتفرج على كل النجوم النجوم في كل الالعاب. يا سلام. يعني محمد محمود ابراهيم في عرف العسقلي، عبد الحميد الجندي يا في سلام في البوكس، لا في كمال اجسام، كمال اجسام، ايوه الجندي وايه تشوف بقى يعني حاجه جميله وتتعلم. دوري الجامعات يا استاذ حسام كان بيتلعب في ملاعب الجامعه، دوري الجامعات جامعه بقى، ما هي الملاعب في ظهركم جنبيه لازقه فيكم كنا بنعدي السور عشان نتفرج على دوري الجامعات، فتلاقي نجوم النادي الاهلي كلها والزمالك والاسماعيلي جايين، خريج الجامعات جايين يلعبوا دوري الجامعه، فانت بتروح نازل جاري عايز تتفرج عليهم فبتشوف نجوم اللي انت بتشوفهم في التلفزيون قدامك. وما كانش السور كده مؤمن، لا كان سور، ما كانش السور عالي كده ولا كان سور سلك فسهل يعني الناس تخط تنط، او لو وقفت بره انت شايف. بيحبوا ان احنا نتواجد زي ما يكون طبعا جميل يعني، وصبيان بقى يعني. يا سلام جو جميل. كرة هي الرياضة لما بتبقى للناس العادية ببساطة بدون تكلفة بتنجح، وعشان كده الكرة البرازيلية وبرضو الكرة المغربية أسباب نجاحها كرة الشارع أساسا، والقرى والريف والعيال الغلابة اللي هي وأفريقيا طبعا، ده أساس الموضوع، هو ده الأساس. ببساطة قوي يا كابتن حسام، أنت 100 مليون شخص، لو زيادة كمان يعني 108 وفيهم على الأقل 60 مليون شاب. 60 مليون. سيادة الرئيس قال أيوة احنا عندنا شباب زي الورد، أيوة ما يطلعش منهم ليه لعيبة زي صلاح. يعني احنا عندنا آلافات، المنع يطلع عندنا نيجيريا فيها 100 وكوت ديفوار فيها 100 محترف وغانا اشمعنى احنا ليه احنا ما بنفرزش؟ لأن كم الاستادات أو الملاعب لو قيست بالناس اللي بيلعبوا أقل من المفروض، مش أقل يعني لا تقارن، مقارنة ظالمة طبعا. المناطق اللي هي كانت بتلعب كورة، مش هقول بقى كابتن محمود الخطيب والاسامي، لا كنت كل منطقه تقول فيها ايه، في امبابه سعيد الحافي، تلاقي مش عارف مين في السيده اسمه معروف، تلاقي محيى راجوز، تلاقي مش عارف، هتلاقي الحافظ عشان كان بيلعب حافي بالظبط. لكن كان صح كده في كل منطقه واحد اسم بقى مش كوره بتاع شراب بس، في كل منطقه المنيره ده المحترف بتاع المنطقه دي، ده النجم فاروق جعفر، كابتن فاروق جعفر كابتن اسامه عرابي، والمجموعه دي كلها لعبت في الشارع مثلا كابتن مصطفى رياض واسامي في حتت كده كان دول معروفين في كل منطقه. ده حسن الشاذلي من بلاد الشاذلي اكبر افضل مهاجم طبعا وما زال اسمه مخلد اكبر هدافين المنتخب الوطني. طبعا ربنا يرحمه. حضرتك لما جه الدكتور حسن مصطفى يفرز او ينقي موهوبين في اليد، في كرة اليد، عمل ايه؟ نزل لعيبه فترشات مع التنسيق مع التربيه والتعليم والجامعات، لف مدارس وجامعات محافظات، نقى كام؟ مش اقل من 2000-3000 لعيب موهوب، وباعهم بعد كده للانديه، والاتحاد كسب مبالغ رهيبه طبعا، وزود العدد اللعيبه الكويسه، ما بقاش في احتياج. عندنا مواهب يا كابتن، بس ازاي الاداره تكتشفها، ازاي ترعاها، ازاي تديها الفرصه. ده حمزه عبد الكريم عامل ازمه حاله في حاله لغايه دلوقتي، وايه برشلونه عايزاه، وكم فرقه من اوروبا. العين اللي بتختار اللعيبه، اللي بتفضل تدور على المحافظات. يا سلام، مش العمليه بقى دلوقتي بيزنس واضطرار بقى، سيستم بقى، نظام ودوري، وانا مش هضطر اجيب لعيب لسه هديله فرصه واطوره، لا انا عايز لعيب جاهز يكسبني ويعمل لي تجيب 15 سنه دلوقتي عشان تنجح، ال 14 15 سنه في موهبه، لا صفره خليه يحترف بدري. صحيح. لكن هتفضل ماسك فيه في النادي وتقول اصل هيلعب في الاهلي والزمالك بس هنا، وده تفكير. لا طبعا، للاسف الشديد. المغرب النهارده لسه مخلصه على الكاميرون وكسبانه منها 2، وطالعه مستنيه الجزائر او نيجيريا بكره ان شاء الله. قبل ما نتكلم على اللي حصل النهارده، تقييم حضرتك الشامل كده للبطولة حتى الآن، ايه المستويات الفنية اللي حضرتك شايفها وأهم ملاحظاتك؟ البطولة حتى الآن بطولة فيها قوة، فيها ندية، فيها كفاءة. يكفي إن أنت مهما بذلت من جهد في التنبؤ والتوقع للماتش واللي نهايته مش بتيجي معاك بسهولة،
وحتى يعني ما فيش حاجه اسمها نهايه متوقعه، في نهايه صعبه ولازم تبذل جهد جامد، وما فيش فرقه اسمها مش بتشكل خطوره او قوه. خطوره في فرق بذل. مفيش حاجه اسمها فرقه مستوى اول ومستوى تاني وعالي كله بقى. لا يعني انت تتصور ان ماتشاتك منتخب مصر انت تصنيف اول في القاره، تصنيف اول عنده افضل لعيب في العالم، صح. عامل حاله زي اشرف حكيمي، وفرق تانية تحرجك بسهوله، وبعدين تلاقي الصعوبه دي. لا يبقى البطوله مستواها قوي، والقوه بتتنامى يا كابتن. يعني مش واقفه، كل فرقه بتطور نفسها مع الماتشات، بتعلى، وبالتالي النديه بتعلى، الاثاره بتعلى، الجماهير بتنبسط. واحنا عايزين ايه غير ان احنا ننبسط؟ صحيح. يعني احنا مش بنتكلم عن منتخب مصر واللي حصل، لكن تستمتع بكرة قدم حقيقية. ايوه، تلاقي فيه فعلا نديه، تلاقي فيه كفاءه، تلاقي فيه مواهب، تلاقي فيه مهارات. قد يعني ايه ان يكون المدربين ملهمش بصمات قويه على الاداء، في اداء في اداء فردي، في مهارات عاليه جدا. يعني نقول ان ساديو ماني شغل السنغال كله هو بمزاجه، صلاح ليه بصمه، هو مرموش في اداء مصر. في كل فرقه منتخب تلاقي فيه حاجه كده. نيجيريا يعني الحقيقه بطوله فيها متعه، فيها اثاره، فيها نديه، فيها اداء يسعد الجماهير، كوره حقيقيه. كوره حقيقيه. استاذ شوقي قال انه فكره انه في لعيبه بتشيل فرق، وفي نفس الوقت قال فكره تانية انه تنامي المستويات الفنيه وارتفاعها تدريجيا في البطوله. حضرتك شعرت بده؟ هل حسيت فعلا انه المستويات الفنيه بتزيد في كل المنتخبات، ولا في منتخبات فعلا عندها هذا النظام؟ لانه اكيد حضراتكم في علم التدريب عندك فكره توزيع القدرات وفقا للمباريات والبطولات المجمعه، صح كده؟ وحضرتك عملت ده مع المنتخبات. ده بيحصل ازاي؟ بص حضرتك، اولا البطوله سيبك بقى من قصه الاسامي. يعني دلوقتي النهارده لما تيجي تلاقي السودان في تطوير فيها، في جدا في الكوره جدا بقى قوي جدا وعنده امكانيات كويسه جدا. تتفرج على بنين وهي بتلعبك في المباراه الاخيره، لا عندها لعيب الكوره كويسه جدا، عندهم لعيب في نص الملعب لعيب كبير، لعيب كويس جدا، وفرقه ممكن في اي لحظه تلاقيها تحرجك. ما بقاش في الكلام بتاع زمان هتلاقي فرقه سهله وتنزل تكسبها 5 و6 والكلام ده انتهى. هتلاقي في فرق عندها تطوير وشغاله على نفسها بقى لها فتره. النهارده الكونغو بتخسر من الجزائر في الشوط الرابع في لحظه بهدف قاتل طبعا، ولاعب نازل احتياطي، يعني نازل بتغييره تبديله، يعني بعدها بكام دقيقه بيجيب جول. لكن في الادوار الاولانيه ما كانش المستوى قوي قوي، كان في فرق اقل في المجموعات. اقوى مرحله اللي هو كانت تاني مباراه في كل المجموعات، اللي هو الاول بيلعب الثاني. الماتشات كلها كانت صعبه جدا، وكانت دي اقوى لقاءات في الجوله الثانيه. ما بعد كده كل الماتشات في الادوار الاولانيه كلها كانت سهله ومعروف مين هيطلع اول وثاني والدنيا. لكن الماتشات في دور ال16 دور ال8 كلها صعبه جدا. اللي بيبقى واقف على حيله اكتر زي المغرب، الاسامي اللي هي السنغال، فرق قويه اللي هي عندها لعيبه زي ما انت بتقول لي مثلا ماني او صلاح، خبرات، لكن عندهم لعيبه ثانيه بقت صغيره في السن. ايوه، وعندهم امكانيات دي ملاحظه مهمه جدا، بدنيه عاليه جدا. ده هتلاقيه بكره مع فرقه سهل. يعني ان شاء الله ربنا يوفق منتخبنا. لكن الاعمار السنيه في كوت ديفوار ناس شغاله من بدري. ما بقاش فيه بتاعت سهل عجم من الدورات اللي فاتت اللي هم الكبار في السن فيخسروا، رغم ان هم خدوا البطوله الاخيره. قبل كده كنت تلاقي فيه اعمار سنيه كبيره. السنغال عندهم ولد عنده 17 سنه اللي بيلعب ده فظيع قوي. كريست اللي هو في نص الملعب ده 19 سنه. ديالو 19 سنه في كوت ديفوار. بقول لك 17 ده اللي في السنغال، ده ولد اصغر لاعب تقريبا في البطوله، وحاجه يعني خيال الولد. يعني هنا عنده 22 سنه بتقول عليه و24 لسه ناشئ. انا اخر واحد 17 سنه شفته بيلعب منتخبات كان رمضان صبحي، ربنا يفك دقته بقى. ده الوحيد اللي صعد بقى نادي اهلي ولعب في منتخب، كان 17 سنه كابتن. بعدين حضرتك انا عايز اقول من بعد جمال بتاع برشلونه لامين يامال او الامين جمال 17 و20 و25. لا القصه اختلفت. ده من 17 غزا التشكيل الاساسي
بتاع برشلونه غزا التشكيل الاساسي بتاع اسبانيا بقى محور لعب بقى بيشد واخد ذا بيست. ده نتاج ايه بقى؟ ايوه نتاج ايه؟ نتاج شغل من هو صغير، مدرسه وقعد يتمرن وتطوير ليه وامكانيات. انا عايز اقول لحضرتك بقت ايه العمليه السنيه دلوقتي، ما بقاش 19 سنه ونقول عليه ده 17 سنه ومكسر الدنيا. حضرتك الاهلي والزمالك في كاس العاصمه لما كان الاهلي بيخسر في الماتشات فالناس يقول لك اصل الاهلي بيلعب بناشئين، فتلاقي الناشئين ده مين؟ طاهر محمد طاهر ومين بالظبط، عشرينات كلهم المفروض يقربوا يعتزلوا. 20 سنه قال لك الزمالك بيلعب بناشئين والاهلي الناس كلها بتلعب اللي هم الكبار. فانت زي فكره المدرب الشاب 55 سنه اقول عليه مدرب شاب يعني. الشاب 70 لا ابو الشباب كابتن محمد. لا طبعا هو دلوقتي اكبر مننا بكتير. طبعا لا طبعا. النهارده المدربين المنتخبات اللي خدوا كاس عالم الشباب في المغرب اللي هو طارق في البطوله العربيه سكويتي العربيه سكتيوي عفوا سكتيوي محمد وهبي واخد كاس عالم الشباب. هل ده نتاج ايه؟ ده نتاج شغل بقى لهم 10 سنين. انت شفت الولاد دول قبل كده؟ واجهت المغرب بالعناصر الصغيره دي. فرقه محترمه جدا وعندهم محترفين طلعوا الولاد يحترفوا. مفيش حاجه اسمها انا ماسك بقى في بيتعاملوا ازاي مع الولاد دي من خلال مشاهدتك ومتابعتك؟ عندهم هناك مكان معين للناشئين ده بيحافظوا عليهم في اكلهم وتربيتهم وتعليمهم بقالهم مش يوم وليله. لا مش النهارده انا عندي معسكر لاكاديميه محمد السادس. الله ينور عليك. ما جيش انا النهارده عندي منتخب بطوله كمان شهرين اروح مجمعهم النهارده عشان عندي بطوله كمان شهرين. لا انت المنتخب ده عامل حسابي كمان سنتين هلعب بطوله، يبقى انا لازم اجمع المنتخب ده واعمل له معسكر تخطيط. وما فيش حاجه اسمها اوديه النادي يلعب عشان ياخد الدوري. يا كابتن في الانديه بتطالب اللعيبه تروح تلعب يعني عايزهم يروحوا عشان ياخدوا دوري الناشئين. انا لا هاخد الدوري اعمل بيه ايه؟ لا انا عايز الاعلى. المنتخب شوفوا اختيارات اللعيبه واختاروا في كل مصر كلها ونقي 60 70 لعيب خليهم معاك وجندهم صفيهم لغايه 30 واعمل لهم معسكرات. اتفضل يا استاذ. اكتشاف مواهب. واكتشاف مواهب بعديها رعايه هذه المواهب. منحهم الفرصه للانطلاق. الدكتور عبد المنعم عماره ربنا يديله الصحه قال ايه يعني، قعد يفكر كده، هو كان دماغ قوي يعني ربنا يديله الصحه. نيجيريا عندها مش عارف 100 محترف، غانا عندها 200. ايه يا جماعه في ايه؟ فراح باعت الدكتور طه اسماعيل والدكتور عمرو ابو المجد لنيجيريا والغانا يبص على التجربه دي شكلها ايه المفاتيح ازاي. وجم كتبوا له تقارير قد كده اتشت في الادراج ومحدش بيفتحها ومحدش بيشوفها. هناك انا رحت بقى البلاد دي رحت شغلك شغلتي يعني. هم عاملين ايه؟ عاملين ملاعب موفرين فيها حكام اضواء وعينين كويس، وجايبين مندوبين من مانشستر سيتي من انجلترا من فرنسا. تعالوا اتفرجوا على البضاعه اللي عندنا. تعالوا اتفرجوا على البضاعه. يعملوا ماتشات 24 ساعه 24 عرض مستمر. عرض مستمر للمواهب الصبيان الصغيره. عاجبك الواد ده خده تعالى تعالى. تلاقي برشلونه عامله مدرسه ناشئين في غانا. ايوه مش عارف مانشستر سيتي عامل فين، تشيلسي عامل فين برضه. نتاج موهبه فطريه. ايوه ياخدوا بقى يرعاه ياكلوا يغذيه. ميسي كان عمل ايه؟ ده ميسي كان عيلته موديه اسبانيا يتعالج من قصور في العضلات. لقوه موهبه، بدل ما كانوا بيعالجوا عضلاته بقى يعالجوا مخه، برغوت. يعالجوا البرغوت من صغره. خليني برضه اقول لك يا استاذ حسام، الانديه الشعبيه الاول لما كان الدوري شغال كان بيطلع منها لعيبه كتير جدا. كنت تلاقي في كل فرقه محله ومنصوره وترسانه واولمبي نجوم واتحاد، الناس حافظه اساميهم لغايه النهارده، ومنتخبات، وكانوا بيطلعوا من الانديه دي للمنتخبات صح، وبيروحوا منتخبات الناشئين. فكان في كم من اللعيبه كتير جدا جدا في كل المحافظات دي في الانديه الشعبيه بتبقى نجوم. جت فتره المنصوره دي كان فيها 7 8 في منتخب يا نهار ابيض. ايمن محب وليد صلاح عبد اللطيف وطلع منها المحله طلع، البلديه والغزل طلع منه الاولمبي في اسكندريه، الكروم طلع منه ناس للمنتخبات. اسماعيلي شادي من الكروم مثلا. اللعيبه كل دي طلعت راحت منتخبات من الانديه الشعبيه. النهارده الانديه الشعبيه قلت، بقى في انديه ثانيه في امكانيات وفلوس ما بقتش تقدر تجاريها. في ناس رجال اعمال بتيجي تاخد نادي هوب بقى قصه. ده حقيقي. النادي الاهلي والزمالك اللي كان بيبقى مكسر الدنيا في الناشئين النهارده في كل قطاعات الناشئين
فرق تانية عدته بيبقى النادي الاهلي السادس. الاهلي من موسمين اشترى تقريبا فرقه كامله من الوادي دجله. دي آفة الكره المصريه اللي هي بقى ايه؟ شراء العبد ولا تربيه. ده اشتروا ولاد صغيرين يعني ناشئين واشتروهم من دجله. قطاع الناشئين في النادي الاهلي يا كابتن حسام بيتكلف ملايين الجنيهات، ما افرزش غير حمزه كريم وبلال عطيه ويعني اسمين ثلاثه سيد معوض. ايه ده الملايين دي؟ يعني ما كانتش هتفرز لي مواهب باعداد لائقه اصرفها ليه؟ طبعا انا النهارده الاهلي بيدور على لعيب يشتريه من بره. مش فينا شاوي كمان. انت الاول كان النادي الاهلي نروح نلعبه نلاقي 15 واحد من ولاد النادي الاهلي بيلعبوا وتلاقي واحد جاي من بره 2. كان في عماد متعب، بلال، مش عارف، حسام غالي، تلاقي الفرقه الاهلي كلها من ولاد النادي الاهلي وسيد عبد الحفيظ ومين وتلاقي فرقه كامله من ولاد النادي الاهلي طالعين من قطاع الناشئين. فجاه تلاقي دلوقتي النهارده النادي الاهلي كل اللعيبه اللي جايه بتشتري ارقام غاليه جدا، ارقام كبيره جدا. الزمالك نفس الكلام طبعا. جت فتره الزمالك لما كان موجود محمد صبري الله يرحمه وحازم امام ومعتمد ومدحت وطارق السيد وعبد الحليم علي. ده كان في فريقين في الزمالك، كان في فرقتين دول طالعين من نادي الزمالك. ما بقاش في الكلام ده. كتر الاكاديميات اللي طلعت، غير كتر القصه اللي طلع، وكتر الحاجات اللي هي الاستثمار اللي طلعت. هي بقى الكلام ده هو اللي غير كدوله المفروض كاكاديميات اعمل انت الاكاديميات دي وهات ناس تفهم وناس مدربين وهات ولاد وطلع لعيبه ويبقى مشروع حقيقي. طلع لعيبه مشروع واصرف عليهم وطلع لعيبه كويسه. ما تبقاش في ناس من بره معهوش فلوس ما يروحش اختبارات. نشأت سياده الوزير اكتر من 20 مره في حاجتين. قلت له اعمل حاجه اسمها لجنه احتراف. في مواهب عندنا بيجي لها بيجي لها تسوقها. افرض على النادي لما يجي لمؤمن فرصه لا انت عايز في كام؟ عايز 100,000 جنيه، انا هديك 50,000 وخلص. واديله فرصه يطلع. يجي لك نجم كبير. وحكايه الرحلات اللي المفروض تتعمل لشبابنا في سينا. معايش سينا طبعا دي جميله. الارض اتروت بدمائنا، كل شبر في الارض دي صحيح سال فيها دماء شهداء ابرار عظام. صحيح الله يرحمهم. ما تودينيش انا مركز شباب مش عارف ايه. انا مش عايز مركز شباب انت صرفت عليه وجبت له تكييفات وجبت له انوار. انا عايز يشوف جبل الحلال وجبل لبنى اللي حصل فيها معارك قويه واللي حصل فيها شهداء عظام. انا واحد من الناس كتبت يا استاذ حسام استشهد حوالي 70% منها الله يرحمهم في جبل لبنى وجبل الحلال. معنى ذلك ان في معارك رائعه وابطال عظام. لازم الناس تعرف التاريخ طبعا، تشوف ابطالها. ما انت لولا التاريخ ده ما كنتش هتبقى موجود كده باللي احنا فيه ده يعني. انما هتروح وتلاقي كهارب وتلاقي انوار وتلاقي اضاءه. انا مش عايز كده. طيب من يعني مثلا ضربت حضرتك مثال بحمزه عبد الكريم من شويه وجبنا سيره بلال والاسماء دي. هي الفكره في يمكن حتى الناس قالت الاهلي مطول ليه وبيماطل ليه؟ لا ما يخلص ويبعت. لكن هو شاف انه في صفقه وفي نظام تفاوض معين موجود في عرف الانديه في حيث انه يحصل على اكبر مكسب ليه وللاعب كمان. لكن مثلا من اللي حضرتك مثلا قلت انه يبقى فيه ادفانتج او مميزات للانديه، مثلا ليه ما يتقالش انه النادي اللي خرج محترف ياخد بوينتس مثلا معينه في الدوري مثلا؟ ليه لا؟ ياخد قيمه ماليه في نهايه الموسم كذا مثلا، يعني يبقى في مميزات تشجع الانديه. بس يا ريت يحصل يعني مثلا يعني نيجي نقول اوقات هاجي النهارده ادي دعم مش هقول بقى نادي ترسانة ولا حاجه، لا لو انت في الدوري الممتاز بتدي دعم لنادي كبير قوي ونادي تحت في الوسط ولا في الاخر ما معهوش اي حاجه، لا ما فيش. لازم يبقى في تدعيم لكل طبعا الناس. طبعا انا النهارده هحافظ على الناشئين بتوعي وعلى الفرقه بتاعتي. لازم الاقي دعم. عايز لانه التكلفه مش هقدر النهارده في امور. النادي الاسماعيلي ده في ازمه كبيره، في ازمه كبيره النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي اتفضل قبل ما اقول لك سر. اتفضل. عارف مين اللي ورا انطلاقه محمد صلاح والنني في اوروبا؟ بره راجل من عيله رياضيه اكيده، شريف حبيب. طبعا ابن محمد حبيب اللي كان مسؤول عن المحله كلها. ايوه كان رئيس نادي الملعب، مدير الملعب، مدير الاستاد.
شريف حبيب كان بعد دولت لما راحوا اسبانيا في الاول مش سويسرا الاول بازل خدهم من ايدهم الاثنين وقال لهم خدوهم ببلاش خدوهم على عهدتي وجربوهم شهرين ما عجبكوش رجعوهم انا مش عايز منهم فلوس خالص خدوهم شوف صلاح عمل ايه وشوف النني بقى فين ولغايه النهارده بياخد ما هو نادي الاصل على فكره هو في اي لاعب يحترف في النادي الاصلي بياخد نسبه سياده الدكتور المهندس ابراهيم محمد برضه كان ماسك كان رئيس الشركه وقتها ورئيس النادي ايوه لازم الناس تقتنع ان انا لو عندي موهبه وانطلقت حتى لو بزقه مني وتضحيه ماديه مني هعمل حاجه طبعا. محمد صلاح اللي احنا دايما ما فيش على فكره مش احنا بس يعني كل اعلام العالم الرياضي ما فيش اصدار بيطلع من غير خبر لصلاح، ما فيش موقع ما عندوش خبر لصلاح، ما فيش قناه تلفزيونيه ما عندهاش خبر لصلاح. صلاح كان بيتكلم على ان منتخب او مواجهه منتخب كوت ديفوار مش سهله، لكن احنا بنقاتل من اجل مصر باقصى ما لدينا من قوة، ودي تصريحات نشرها كاف عبر موقعه، وقال ان جميع اللعيبة بتظهر الالتزام الكبير داخل الملعب وان احنا هنقاتل من اجل بلدنا، ودي الروح بقى. احنا واصلين دلوقتي ويمكن ضيوفنا هيفسروا لنا القصة دي. احنا عملنا كل الفنيات كل القدرات، اللي جاي بتاع الروح والمقاتلة زي المقاتل العظيم اللي قدامنا الاستاذ شوقي كده. اما يعني التصنيف اللي اتحط لافضل 10 لاعبين في الوقت الحالي بعد المستويات المنتخبات اللي شفناها في البطولة، فمحمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم بعد تألقه مع منتخب مصر. سدد حتى الآن 3 أهداف في هذه البطولة وساهم في صعود منتخب مصر للدور ربع النهائي. والناس هتقول لك هو في ما هو احنا اللي قال لك بقى بيلعب على الواقف، لا أصلي ما بيبذلش المجهود الكافي، في النهاية بيحط البصمة التاتش الجارنش اللي بيتحط على الطبق الحلو عشان يخليك تبقى فرحان وانت بتاكل هذه الوجبة الجميلة. منتخب مصر وكوت ديفوار بكرة إن شاء الله الساعة 9 مساء، مباراة قوية بين كلا المنتخبين، بنأمل بإذن الله تعالى في فوز منتخبنا، والأرقام بتقول إنه هذه المواجهة فيها أرقام كتير. عدد المواجهات 4 مباريات، عفوا مبارياتنا في الدورة حتى الآن لينا 4 مباريات، سجلنا 6 أهداف واستقبلنا هدفين. أما مباريات كوت ديفوار ففي 4 مباريات هدفت ب8 أهداف، رصيد أعلى منك، لكنها استقبلت 3 أهداف حتى الآن. أستاذ شوقي، كوت ديفوار يقول لك الأفيال، احنا إن شاء الله ما يهمناش أفيال ولا أسود ولا حاجة، احنا بتوع كله يعني. احنا هنخاف من الأفيال؟ مفيش خوف. ايوه، اللي يلعب ما يخافش. واللي عايز بطوله ما بتفرقش معاه، يلعب بقى المغرب، يلعب مع العشاء، يلعب اي حد مع احترامنا يعني مع السنغال. انا ان شاء الله مطمن ان اولادنا بكره هيقاتلوا. القتال او الكفاح او لعب باستماتة وبروح قويه، ده يعني هو في نوعين من الاداء. اداء خططي راقي واداء خططي راقي يصحبه اداء قوي قتالي. القتال الرياضي ده معروف، الملاعب بتشهده. لو قلنا في مثال للقتال الرياضي، نيجيريا. شوف نيجيريا بتعمل ايه. نيجيريا بتقتل نفسها عشان تجيب نتيجه. السودان، كابتن مؤمن بيتكلم عن السودان. ايوه كنا بنتكلم. فرقه السودان احرجت اي فرقه لعبت معاها. ليه؟ لانها مش كانت بتلعب السنغال وجابت اول هدف، هي اللي بدرت بالتهديف. حظهم جابوا جون بدري يعني، يا سلام، ما تجيبش معاهم جوان خالص. تستنى عليهم. فالقتال الرياضي معترف به طالما هو دخل في السمة او الاسلوب او الوتيره اللي فيها فن وفيها قوه وفيها التحام. طالما مش بتعمل ايذاء او ضرر للمنافس فانت في السلام. تمام. عايزين نشوف لقطات من المؤتمر الصحفي اللي شارك فيه النهارده الكابتن حسام حسن وتريزيجيه بخصوص مباراه
الغد انتوا عارفين هذه المؤتمرات الصحفيه للفرق المتنافسه بتسبق المباراه بيوم وفقا لنظام الكاف والفيفا، فخلونا نشوف ايه اللي اتقال في هذا المؤتمر. بغض النظر عن المنافس، في البدايه طبعا بنحترم كل المنافسين، وهذا الكلام ده انا قلته وبكرره. ايا كان كل المنتخبات اللي تواجدت في البطوله كلهم منتخبات قويه، من اول ماتش من زيمبابوي لحد ان شاء الله ما وصلنا هنا لكوت ديفوار. منتخب كوت ديفوار نحترمه زي المنتخبات اللي فاتت، وهو ما هو الا هدف ان احنا نوصل لابعد مدى ان شاء الله، عن طريق ان احنا نقدر ونحترم الخصم، ولكن عندنا ثقه في نفسنا. عندنا لعيبه منتخب مصر اللي معايا لعيبه واثق فيهم، لعيبه رائعه، ولينا اسلوب ان شاء الله ان احنا نشتغل شغلنا المعتاد، اصرارنا على ان احنا نعدي المرحله دي ان شاء الله، ونكون في نفرح. اهم الهدف بتاعنا ان احنا نفرح جماهيرنا وشعبنا والشعب المصري. طبعا اكيد طبعا ده ماتش كبير، ماتش نهائي بدري شويه. فريق كوت ديفوار فريق كبير وبيمتلك لعيبه كبيره جدا، واحنا طبعا لعيبه على منتخب طبعا بتاعنا يمتلك لعيبه كمان كبيره جدا، ولعيبه عندها ثقه ان شاء الله نقدر ان شاء الله احنا نعدي الدور ده. كابتن والجهاز الفني سامو الجهاز الفني وكابتن ابراهيم اشتغلوا معانا الفتره اللي فاتت على ان شاء الله على الخطه اللي احنا هنلعب بيها ان شاء الله، وان شاء الله قادرين باذن الله احنا نفرح الشعب المصري ان شاء الله. الروح موجوده، القدره موجوده، العناصر موجوده. كابتن مؤمن، انا لعبت 4 ماتشات بكل اوراقي، بالاساسي والاحتياطي، بالهجومي والدفاعي، بكل اشكال اللعب، بالحراس المرمى حتى الحارس الاساسي والحارس الاحتياطي، ووريتهم ان المنطقه دي متامنه بشكل كبير جدا. بكره مباراه مهمه قويه، حساباتها مختلفه. الصوره حتى لو كانت في كل مباراه كانت عايز الفوز، لكن لا، حسابات بكره خلت في امل عند الشعب المصري. انت المفروض في النهائي خلاص، يعني انا حتى مش راضي انه يبقى في دور ال16 ولا دور ال8. كابتن حسام، ايه اوراقه الرابحه زي ما بيقولوا بكره؟ ايه الصوره اللي ممكن يكون عليها تشكيله المنتخب الوطني؟ نمره واحد، تاكد تماما هتلاقي الروح دي رقم واحد. حسام، كابتن حسام طبعا عنده ديت، دي قبل الفنيات عنده حاجه هتلاقيها قبل الفنيات، هتلاقيها بكره قويه جدا عند اللعيبه. لكن هو لازم طبعا اكيد ذاكر فرقه كوت ديفوار كويس. عندهم دايما الافارقه، لما كوت ديفوار مثلا بتلعب بوركينا انت ممكن تحس ان كوت ديفوار دي اجمد حاجه في العالم، لكن لما يجي يواجهوا مصر هتلاقي الموضوع مختلف. لان انت ككورتك المهاره عندك بتبقى اعلى من الافارقه بكتير، لكن هيتعبك سرعتهم في الثلث الهجومي. هيتعبك المواقف الثابته في الكور العاليه، وخاصه انهم عندهم 2 مساكين متر 90 بيشتغلوا على الاطراف يا كابتن بشكل رهيب قوي، بيشتغلوا فعندهم السرعات ديت. فهي كابتن حسام انه يقدر يقفل القصه دي من البدايه، واللي عايز يكسب بيدافع كويس. مش عيب ان انا ادافع، مش عيب ان انا اامن دفاعي كويس ما اجيش فيها جول. العب بطريقه متوازنه، العب على سرعات صلاح، على سرعات مرموش، واقدر يبقى في توازن في طريقتي وامن دفاعي كويس. وقصص اللي هي الهجمات السريعه دي هيقدر يتعامل بيها كابتن حسام ازاي في المباراه. عندنا مشكله في الماتش بتاعت بنين في الحاجات الثوابت. ممكن تلاقي في سرحان شويه في عدد في المسك شويه، في مباراه بكره تبقى صعبه. فدي لازم تبقى رقم واحد بكره. كل الحاجات اللي فيها ثوابت على المنتخب لازم يبقى فيها اهتمام كويس جدا جدا، هتفرق معانا كتير. شغلنا في الكوره في الثلث الهجومي صلاح ومرموش، وممكن امام، ممكن زيزو، ممكن مروان. يعني الشكل اللي يلعب بيه كابتن حسام ممكن يلعب ب3 بكره. وارد يلعب بباك زي ما قالوا ان ممكن صبحي. انا شايف صبحي افضل بدنيا وافضل دفاعيا من فتوح. ممكن تلاقيه بيلعب بيثبت صبحي ناحيه الشمال، ويلعب بياسر ابراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعه وهاني. ال5 دول يبقوا موجودين ورا، وحمدي يشتغل في نص الملعب كانه واحد بيكمل قدام ويعرف يرجع يبقى زيزو، يبقى مروان. 2 لعيبه في نص الملعب معاهم امام عاشور، معاهم صلاح، معاهم مرموش. ده ممكن، ده من وجهه نظري يعني، على اساس ان هو لازم يقفل الجبهه بتاع ديالو اللي هو المهاجم الوينج رايت اللي موجود، من اسرع اللعيبه، لعيب عنده 19 سنه ولعيب بيلعب في نادي كبير جدا. فالسرعات دي هي اللي هتفرق معانا. لو ادينا مساحه كبيره قوي
لفرقه كوت ديفوار في الثلث الاخير بتاعنا احنا بتبقى فيها مشكله لمنتخبنا، ولان هم عندهم التحول الهجومي كويس جدا، قوي جدا، تحول من الدفاع للهجوم سريع جدا. وبعدين يا استاذ شوقي ده هو دايما يغريك بفكره القلب، يفتح لك قلب الملعب، يسيب لك عشان هو يعرف يرتد من الاطراف، عشان تغلط في الملعب في اي كره في نص الملعب فيها اي تمرير خطا في ثانيه هتلاقي الكره رجعت على طول واتاخدت، والسرعات اللي عندهم سرعات قويه جدا. اذا كان مثلا موجود ديالو ولا جيساند اللي هو الفيرود، وديموند اللي هو الوينج ليفت، كمان الثلاثه 19 سنه 21 سنه، سرعه جدا، امكانيات ومحترفين في اجمد انديه كلهم، اللي في استون فيلا واللي في مانشستر ما شاء الله. لابزيج عندهم خط ظهر اقل شويه لكن هم اطول. فانت عشان تروح لهم بالكوره مش هتلعب على الطويل، لازم تلعب على الارض. لازم مرموش يستغل سرعته والمهاره اللي عنده، صلاح المهاره اللي عنده، لكن اللعب الطويل مش هيبقى في صالحك. لازم تشتغل معاهم في الحاجات اللي فيها التحولات الهجوميه. امام عاشور لو بيلعب زيزو في نص الملعب جنب مروان، تقدر يبقى عندك لعيبه كوره في نص الملعب يحولوك في الناحيه الهجوميه وامن الدفاع كويس، وتبقى اللعيبه شايفه بعض فتحركاتها بدون الكوره اعلى من مش هنزل العب ب 10 مدافعين. هتلاقي صلاح هتلاقيهم قلقانين منه، قلقانين من مرموش، وهتلاقي زيزو لعيب الكوره. فده الشكل اللي انا من وجهه نظري ان احنا بنلعب 5 كانك بتلعب 4-1 يعني كانك بتلعب 4 قدامهم حمدي فتحي و4 تانيين في نص الملعب فيهم صلاح، امام عاشور، زيزو، وفي 2 طيب استاذ شوقي، الصوره دي كابتن حسام مش بتاع يبدا دفاعي، يعني ما شفناهاش بيحبها كتير يعني. ممكن يغريك ان في 5 ورا مثلا موجودين في ماتش من الماتشات، لكن هل هو بيقول لك مثلا خير وسيله للدفاع الهجوم؟ والروح القتاليه مع الحاله الهجوميه دي ازاي تتناسب مع طريقه لعب المنافس بتاع كوت ديفوار؟ هو حسام عارف، كابتن حسام عارف ان المباراه صعبه جدا. طبعا. ويهمه جدا انه يحافظ على شباكه في الفتره الاولانيه، لان شباكه لو اتهزت هتصعب عليه المساله وتضاعف عمليه صعوبه المباراه. كابتن حسام مثبت تقريبا الدفاع زي ما قال مؤمن 4-1. الاربعه غالبا مش هيتغيروا غير اذا كان صبحي في الجنب الشمال وقدامهم حمدي فتحي. دولت ال5 دولت ما فيهمش تغيير. برضو صلاح ومرموش ما فيهمش تغيير، هيبقى معاهم تقريبا زيزو ومروان عطيه في النص قدام زيزو وامام عاشور. انا شايف على الماتش اللي فات جرب ابراهيم عادل اللي نزله، ابراهيم عادل ده عشان بيقوم بدور دفاعي الى جانب دوره الهجومي. وهو حسام بيحب ابراهيم عادل، بيحب يبقى موجود، مش هيأدي الواجب الدفاعي زي امام بالظبط. امام عنده كوره بيلعب في الحته دي، لان قبل كده لعب مدافع ايوه هو مثلا موجود يا مؤمن، بس وبرضه حتى الان امام لسه الفول باور بتاعه ما ظهرش وما استردوش. انا شايف ان لازم يبقى في رقم 10 في الملعب. رقم 10 ده مصطفى محمد، والمفروض يبقى معاهم، يعني اذا كان 4-1 الواحد ده انا شايفه مصطفى محمد. في الحاله دي لو مصطفى يبقى مرموش هو اللي هيبقى ناحيه الشمال، وصلاح وامام اللي هيقعد. طيب حضراتكم ومحترمين كتير برضو معانا في الحلقات قبل كل ماتش يقول لك مصطفى محمد، كل حضراتكم بتحطوا مصطفى محمد في جمله مفيده. ليه؟ الا المدير الفني حتى الان مش عايز يحطه في الجمله المفيده يعني دي. انا ما لعبش مصطفى محمد، هو راس حربه اساسي وبيلعب في نانت الفرنسي، العبه في 114 في الدقيقه 114. ما انا ده سؤال لحضرتك، هو ليه انتوا حضراتكم كلكم بتقولوا مصطفى محمد؟ هو رؤيته كده، هو شايف ان وعلى فكره ماشي اشرحوا لنا اشرحوا لنا. احنا اذا كنا بنجتهد واحنا بره واحنا بعيد، اكتر واحد ملم بمستويات لعيبته المدير الفني. افضل واحد عارف اللعيبه دي عايز منها ايه وتديله ايه حسام. احنا مش بنعترض على حسام، لا ما الناس بس تسال، بس ايه بنقول من وجهه نظرنا ان مصطفى محمد لازم يبقى موجود. حلو. من امتى؟ لا من يعني بداية. لا ايوه بالظبط توقيت. هل مصطفى بتاع ال5 وال10 دقايق؟ اقول لا 5 دقايق لا، لكن انا بكلمك في حاجه ممكن يكون هو كابتن حسام بيلعب بمهاجم وهمي.
مش عايز المهاجم اللي هو ايه صريح واضح فيتمسك ويبقى اللي هو محطه غرور يفضل واقف. عايز مرموش يجي من طرف، صلاح يجي من طرف تحركاتهم. على فكره وبعد كده هو جرب مرموش وجرب صلاح في بدايه المباريات، ما بيبقوش سخنوا لسه، ما يعني مرموش انفرد انفراد كامل. ايوه واهدى ماتش زيمبابوي مضيعين في ربع ساعه 4-5 فرص وفرص كتيره. النهارده مصطفى محمد من شبه فرصه ما بيجيبش بقاله فتره، فضلا يعني ممكن مع المنتخب تلاقيه مش موفق. فضلا كمان ان النهارده لو مصطفى محمد قدام هيحجز معاه 2 مدافعين يا مؤمن. ممكن هو، ما هو ده اللي احنا بنقوله. ممكن الكابتن حسام بيبقى عايز يفكر في صلاح والاثنين ان هم حرين الحركه، مش فرود اللي هو ثابت، ان هو دايما عايز يجي مرموش من نص الملعب، يجي يتقاطع ما بين المساكين. مهارته اصل صلاح بيخطف انظار المدافعين كويس، وبيخطف اهتمامات المدربين، فلما يحطوا له 2 مدافعين ليه واحد ورا واحد، مرموش كده كمان، يبقى الامور يخلق لك مساحه. الامور تخلخل الفرق اللي قدامك، تخلخل فتقدر انك انت طبعا هيبقى في امكانيه لزياده بس زي ما قال مؤمن وانا معاه، ممكن انت تلاقي ان اكتر واحد يهمه انه يكسب هو طبعا كابتن حسام طبعا، وهو فاهم امكانيات لاعيبته، وهو افضل الناس لاختيار التشكيل. بص، ممكن يكون مصطفى عنده سنه شويه اللي هي ممكن يبقى زعلان، وممكن تلاقي في مشكله، وفي لعيبه كده ممكن تلاقي وشه مثلا تاثر شويه على تركيزه في الملعب. انا عايز فيرود يكون لعيب كوره، ممكن مرموش يكون افضل مهريا في الحاجات اللي فيها 1 ضد 1. ايوه في البوكس ده، في الصندوق ده طبعا. مصطفى بتاع كوره عرضيه عشان اطلع العب بدماغي هدر والله بنحتاجها ساعات يا فندم. انت عندك في العرضيات بتبقى في وقت معين، لكن في البدايه انا محتاج مرموش وصلاح اللي هم بيخلقوا لي مساحات للعيبه نص الملعب اللي تيجي زياده. لا مش 10 مش 10 مرموش فيرود يعني لا مش 9 قصدك بقى فيرود يعني لا يعني اتفضل يعني مش راس حربه. مرموش مش هما الاثنين بيلعبوا من ورا وبيجوا من ورا. هو بيبقى عايز هو ساعات بيبقوا في النص. ما انا بقول لك هو عايز يجيب الناس عليه عشان سرعات سرعات مرموش. لكن انت لو هتلعب بكده، لا العب بقى، هتقعد واحد من نص الملعب ومصطفى يلعب ويلعب صلاح. طيب الحديث جميل لسه هنكمله مع حضراتكم، لكن خلونا نشوف هذه التصريحات لنجوم منتخبنا الوطني قبل مباراة الغد، ونعود لحضراتكم نستكمل هذه المناقشة في هذه الحلقة. ان شاء الله احنا حضرنا وركزنا وذاكرنا كوتيفار، عرفنا قوتهم ونقط الضعف ونقط القوة، وان شاء الله يكون التوفيق معنا بكره ان شاء الله، والحظ يحالفنا ان شاء الله ونكسب ان شاء الله. هو التاريخ، ما الماتشات دي ما بتحتاجش التاريخ، هو كل ماتش بماتشه، فهو الماتش صعب، الفرق الماتشات كلها اللي جايه صعبه، فاحنا اخذنا الماتش ده ملوش علاقه بالتاريخ، الماتش بماتش ان شاء الله، وان شاء الله الحظ يكون معنا بكره ان شاء الله. احنا كلنا بننافس تعليمات الكابتن حسام. عملنا ماتشين كويسين 3 واحنا بنلعب 5 ورا، فان شاء الله نعمل ماتش كويس الماتش ده بالمرة ان شاء الله. الحمد لله، يعني كان مهم ان اخد وقت شويه في التاهيل. الحمد لله رب العالمين انتهيت من التاهيل تقريبا بقالي يومين بشارك مع المجموعه ان شاء الله، يعني موجود، ولو الكابتن حسام محتاجني هبقى موجود ان اساعد المجموعه باذن الله. ونكمل حديثنا الممتع مع حضراتكم. لسه كنا بنتكلم عن الروح، فلسه كابتن مؤمن بيقول لنا، بيفكرنا بالكابتن حسام لما راح لعب في الترسانة، لعب معانا كان 42 سنه تقريبا، صح كده؟ ختم عندكم ولا ختم في الاتحاد؟ راح الاتحاد شويه وبطل بعد كده، واشتغل بعد كده تدريب بقى على طول، صح؟ ما كانش عايز يبطل. كنت بتقول لي بقى الكام شهر اللي جه فيها عندكم عمل ايه في الترسانة؟ جاب لنا 7 8 اجوان. يا نهار ابيض، اجوان صعبه جدا. ما كانش يحب يخسر، هو بص في التمرين ما يحبش يخسر. كل اللي الجمله دي مكرره على طول. هو في انا
عارف هيعمل مع اللعيبه وفي خلال المباراه بكره ان شاء الله هتلاقي اللعيبه نازله مركزه وهتلاقي في روح عاليه جدا جدا. الاخطاء بس ودور الشناوي بكره عليه دور مهم جدا. طب قبل ما يعني نتكلم في ده تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار، والكابتن حسام اهو رافع ايديه بيحيينا ويقول لنا اللي جاي بقى ان شاء الله في 25 هتشوفوا حاجه ثانيه. كوت ديفوار في 84 مع كوت ديفوار دور المجموعات فازت مصر 2-1. في 90 في الجزائر فاز كوت ديفوار دي المره الوحيده اعتقد 3-1. في 98 بوركينا فاسو ربع النهائي فازت مصر بركلات ترجيح. 2006 فازت مصر في دور المجموعات 3-1. النهائي فازت مصر بركلات الترجيح في 2006 هنا في مصر. وفي 2008 في غانا في نصف النهائي فزنا 4-1. وفي الكاميرون 2021 طلعوا لي الصوره يا اولاد يا شباب مش شايفها، في دور ال 16 مصر كسبت كام بركلات الترجيح. فيعني التاريخ يقول كلمه معينه، لكن اسال الناس يقولوا التاريخ يقول لك لا الملعب دلوقتي لا يعترف بالتاريخ. نسمع دي ولا نسمع دي يا استاذ شاوي؟ لا هو الملعب لا يعترف بالتاريخ دلوقتي الحقيقه. لو اعترفنا بالتاريخ في فرق كتيره كسبت ما كانش ليها تاريخ، وفي فرق كتيره خرجت لها تاريخ. يعني هو غانا بتاريخها يعني اللي عملته يعني في فترات تونس لا يعني التاريخ لازم تحطه معاك يسندك، انما ما نعتمدش عليه. وعشان كده بنقول كابتن حسام بكره هيعتمد على القوه، على القدره، على الكفاءه، على الفدائيه، خبرات. وهو من النوع اللي يشحذ همم اللعيبه بيطلع اكبر خارج. وانا هقول لك حاجه يعني كابتن حسام تلميذ الكابتن الجوهري. والكابتن الجوهري كان طبيب نفسي قبل ما يبقى مدرب. هو اصلا ضابط جيش وضابط اشاره. وكان كل فكره يعني انا رحت للجوهري الله يرحمه كان عنده اوضه خاصه بالفيديوهات ده في القوات المسلحه لما كان ولا في بيته عفوا وظابط اشاره كل الرسم تكنولوجيا وقتها دي كانت تكنولوجيا يعني هو يحب يجيبها مبكره جدا. فالكابتن حسام واخد من الكابتن الجوهري. يا سلام. كابتن الجوهري كان 7 اصلا الله يرحمه. وهو كان بيستخرج كوامن اللعيبه ويعرف داخلها. يعني انا مره قاعد مع كابتن الجوهري بره والكابتن حسام وابراهيم كانوا في اخر التدريب. في اخر التدريب هم بيبذلوا جهد غير عادي. طبعا. فلقيته بيقول لي كده والله بص يا شاوي. قلت له ايوه يا كابتن. يا كابتن حسام. قال له ايوه يا كابتن. قال له اطلع بقى خد دشك وروح كفايه كده عليك. قال له لا 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 انا هفضل. قال له حسام انت تعبت. قال له لا لا انا هفضل. هو عايز يوريك ده. هو عايز يثبت لي انه حسام بس اديله احساس بان هو مش هيفضل. هو بيقتل نفسه لغايه اخر لحظه. حسام في ال10 دقايق الاخيره وهو مكسور عايز يلعب. لا كابتن حسام بيعتمد على القدرات على الكفاءات. معانا في ماتش هو وكان عامل غضروف في اخر الموسم يعني. فبتحايل عليه قلت له يا كابتن ما ينفعش انت لسه قدامك اسبوعين. قال لي اصل لا عايز انزل اجرب. تجرب ايه؟ وهو عنده غضروف عمل كارت ودكاتره العمليه دي هو كبير مش صغير. لا وعمليه الغضروف دي كانت صعبه جدا ايام كان يعني قريب كده في 2007 2008 عملها وصمم وعايز يلعب تاني يوم. كان عندنا ماتش مع طلائع الجيش وصمم عايز يلعب ونزل احتياطي ولعب وللاسف رجليه باظت اكتر. لا اله الا الله. عايز تشوف الكوره وبتاع عنده حماس وروح غير طبيعي. لا انا في ناميبيا كنت بعاتب الكابتن الجوهري على انه ما خرجش حسام. اللقطه دي متكرره وانتشرت الكاف حتى نشرها. إمرس فاي قدام حسام حسن. إمرس فاي المدير الفني لكوت ديفوار وحسام حسن في بطوله افريقيا تواجهوا مع بعض كلاعبين في 2006 هنا في مصر. يتواجهوا الان كمدير فنيين. ال8 فرق المنتخبات دي فيها 6 مديرين فنيين 5 مديرين فنيين وطنيين. ده شيء جميل. المغرب الكاميرون مصر
كوت ديفوار. كوت ديفوار. في فرقه كمان 5 فرق الباقيين بقى الجزائر بلجيكي. في حد كمان ماسك نيجيريا مالي. يعني حاجه كويسه جدا. الاسم المنتخب 5 مدربين. دي هل ادي المدربين اهو، وليد رجراجي طبعا في المغرب، ديفيد باجو بابي ثياو السودان او دول اللي كملوا. بقول لحضرتك في القصه دي عشان ما تفهمش غلط. بعت الكابتن جوري واحنا في ناميبيا انه ما غيرش. قال لي انا ما اقدرش اغير حسام كمهاجم قادر على في اي وقت وفي اي لحظه، حتى هو مؤمن بيه قوي كان انه يهدف لي وانه يجيب لي جوان. ويوميها على فكره اللي جاب الجول واحد من المدافعين مش يا سلام. لا طيب كابتن مؤمن، لو هنبدا التشكيل في المباراه، الناس هتتكلم على حارس المرمى. هل ما زال الشناوي وده اساسي طبعا، يعني ما حدش هيتكلم فيه، لكن في مغامره بكره ممكن فيها تغيير في طبعا مستحيل. ما اظنش كمان. ليه ما تظنش؟ لان انا محتاج الشناوي بكره في الكرات العاليه، ومحتاج خبراته الكبيره مع خط الظهر، محتاج الثقه اللي عنده دي تبقى موجوده مع اللعيبه في خط الظهر. مهم جدا كل الكور العاليه ليه دور كبير جدا جدا. 50% من مكسبنا بكره للشناوي في حاله تالقه باذن الله هيفرق معانا كتير جدا جدا. فانا شايف الشناوي في البطوله المجمعه كلها، ودايما ما التجربه انت اديت شوبير في مباراه، لكن انا شايف الشناوي هو افضل حارس موجود في الفتره دي مع المنتخب. تعتمد عليه وتعتمد على طريقه اللعب اللي هتلعب بيها. مشكله حصلت في ماتش بنين، الكوره دي مشكله مننا خط الظهر. ترجع الكوره كان ممكن تتصرف فيها احسن. الناس حملت الشناوي ساعات الغلط. لكن وارد اي حارس مرمى يغلط يعني، لكن هو كثقه بقى له فتره راكب زي ما بيقولوا كده في المباريات وبيشارك وبيلعب. خلاص انا التوليفه دي زي ما هي، ما اقدرش اغير في حارس المرمى دلوقتي. قدامه زي ما قلت لك كده رامي وياسر وحمدي فتحي، خالد صبحي، محمد هاني في نص الملعب وجهه نظري يعني. مروان، زيزو، امام عاشور، صلاح، مرموش. التبديلات اللي تحافظ على قوه الشكل ده. تبديلات عندك بره يعني، اولا طبعا يعني بنعزي محمد شحاته لو فاكر. فؤاد الله يكون في عونه طبعا في المعسكر. ربنا حصلت قبل الماتش اللي فات على طول. كان صعب طبعا. غياب طبعا تريزيجيه مقصر، اصابه برضو، محمد حمدي اصابه، ربنا يشفيهم. لكن انت عندك بره ممكن تحتاج في اي اصابه محمد اسماعيل، ممكن تحتاج حسام عبد المجيد في خط الظهر، عندك ابراهيم عادل، فتوح اذا احتاجته بعد كده. معرفش حاله مصطفى محمد اذا كان هيبقى موجود. ومهند لاتشين كلاعب في وسط الملعب هتحتاجه في وقت من الاوقات، ان انت لو هتطلع زيزو او هتطلع امام فهتغير الطريقه، ممكن تلعب ب3 ارتكاز لو الدنيا اللي انت كسبان وعايز تامن وتلعب على الكونتر اتاك. لكن الهجمات المرتده السريعه لصلاح دي هتبقى مهمه جدا. استاذ شوقي، دي مباراه 90 دقيقه، مباراه 120 دقيقه، مباراه ركلات ترجيح. انا شايف مباراه 90 دقيقه تخلص 90. فرقتين عايزين يكسبوا، والفرقتين فيهم مهارات تكسب، والفرقتين عندهم هدافين. فانا ما اعتقدش ان حد من المدربين الاثنين عايز الموضوع يطول معاه، يمط الموضوع، لان الحقيقه المط فيه انهاك للعيبه. ما تنساش ان انت المباراه اللي فاتت خدتها 120 دقيقه، فصعب ان انت تبذل جهد. يعني كان المفروض اول حاجه يعملها حسام بعد المباراه الاخيره دي ان يريح اللعيبه، وهو فعلا ادالهم يوم راحه، يوم استشفاء، يوم. استاذ شوقي، الجو في المغرب بالاجواء بتاعه البطوله دي ده استشفاء طبيعي، حاجه يعني صحيح في استشفاء فني بيتعمل، لكن الجو ما شاء الله، هو في احلى من كده جو؟ تبقى في مناخ معتدل. ليه؟ لان احنا مش واخدين على اللعب في الماضي. احنا بس الحمد لله اجادير كانت كويسه يعني كانت منطقه ساحليه وحلوه يكمل على كده ان شاء الله. يبقى هل دي كانت ميزه بالنسبه لنا، اللعب على نفس الارض طول ماتشاتك؟ طبعا ميزه تفرق كتير. شوف، ميزه ان انت تلعب على ارض واحده. ليه؟ لان انت بتبقى حافظ تضاريس الارض، خلاص خدت عليها، خلاص حافظ مساحات الارض، خدت عليها، ارضيه حساسيه رجلك مع ارضيه الملعب. اكتر ان انت تبقى في نوع من تثبيت التشكيل. ليه؟ تثبيت التشكيل بيدي تفاهم اكتر،
بيدي انتاجيه اكتر. ما هو ده اللي حضرتك قلت عليه في الاول، هو ارتفاع مستوى المنتخبات بقى تدريجيا في الماتشات. التجانس بقى بيحصل. تجانس، تفاهم، اللعيبه بتحفظ بعضيها، اللعيبه بتاخد على الاريا اللي هي بتلعب فيها، في جبهات، في مساعدات، في اللعيب بيظهر للتاني كده، الامور بتبقى فيها نوع من التعود، الاعتياد. كويس. منتخب كوت ديفوار اللعيبه دي كلها بيلعبوا في 13 14 دوري في العالم، اهم دوريات العالم، صح؟ طبعا. القيمه السوقيه بتاعتهم ما شاء الله عليهم، كل واحد فيهم اسمه زي الطبل في كل دوري. العامل النفسي بتاعي انا كلاعب منتخب مصر، هل في تجهيز نفسي قبل الحسابات دي اللي احنا بنقوله ده؟ هتلعب قدام فلان وفلان، ده في الدوري الانجليزي، وده في الدوري الاسباني، وده في الدوري الفرنسي، وده في الدوري التركي، والاثنين اللي في الدوري السعودي، وفي جورجيا اهلي موجود يعني، وفي واحد بيلعب في جورجيا وفي الدوري الجورجي، استثناء ديالو مثلا اللي بيلعب في مانشستر، وجيست اللي هو جيساند اللي هو بيلعب في استون فيلا. اثنين كبار جدا. عندك كمان فرانك كيسي من اللعيبه كويسه جدا. كريست اللي في نص الملعب لعيب صغير في السن. عندك انت لعيبه برضه هيعملوا حسابهم كويس. لا انا عايز اقول انا هعمل ايه، هسوي ايه مع الولايه دي؟ انا نفسيا هتلاقيه بيتعامل انا احسن وانا الافضل وانا اللي عندي، وانتوا واجهتوا اللي اقوى منهم ولعبتوا قبل كده وكسبتوا وهتلاقي القصه دي مع الكابتن حسام مختلفه. لا دي هي دي الاساس. دي لعبتها. هي التحفيز ده، شحذ الهمم، بس الروح العاليه اللي هي حسام، اللي هو حسام يعني، هو حسام عاش الحته ديت وهو بيلعب، عايز يكسب كوت ديفوار، وكان بيكسب نيجيريا، وكان هداف افريقيا وعاصر كل الكلام ده، فهو مش قلقان من الموضوع ده، فاهمني؟ الاولاد الصغيرين احترفوا لعيبه كويسه وكل حاجه، لكن تقدر ان انت تسيطر على القصه دي بروحك وبادائك. انت لعيبه مصر، في لعيبه كوره هتلاقي احسن من اللعيبه اللي موجوده في فريق كوت ديفوار، انا بقول لك هم دلوقتي، وهتلاقي بكره في اخطاء عندهم في خط الظهر، والحاجات الفنيه في خط الظهر، الحاجات اللي فيها 1 ضد 1 ممكن تاخد ضربه جزاء، وهتلاقي الافارقه في خط الظهر اوقات ما بقوش زي زمان قوي، يعني هتلاقيهم لعيبه كوره، في ناس بيبقى عندها بلغه الكوره كده تشاور مثلا غشوميه شويه في خط الظهر، لكن عندهم في الثلث الهجومي 3 4 لعيبه كوره كويسين قوي. دول اللي انت بتبقى عامل حسابهم عندهم في الدفاع مؤمن، ما عندهمش الكوره، هو عندهم ازمه في خط الدفاع، هو الدفاع عندهم هو اللي فيه مشكله. عندهم باك ليفت اللي هو بيلعب في جيلفيستي دوت، ضعيف جدا، وثغره عندهم، بس هم عندهم حارس مرمى هايل، فوفانا ده يعني حدوته ده يعني طبعا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هم مش من النوع اللي لما يدافعوا يشوطوا كوره، لا ما بيلعبوش على الارض، كل كورتهم على الارض، كورتهم على الارض خلاص كلهم، كوره على الارض وبتتنقل كويس، والركنيات عندهم بيلعبوها بخطر، واحنا عندنا ازمه في الموضوع ده. هي ازمتنا كثره الاخطاء حوالين الصندوق. مظبوط. فاولات ما لهاش اي ضروره، وبيتخصص فيها بعض اللعيبه من عندنا للاسف. دي بتعمل خطوره جدا جدا علينا، لان هم بيلعبوا الكوره دي مش شوط على طول على الجول، ده بيلعبها لواحد والتاني بيديها له. لا بيبقى عندهم. طب انتوا حضرتك من شويه قلت صلاح يتمسك ب2، ده هم عاملين حساب ماشي، احنا هنمسك مين عندهم ومين اللي يمسك؟ انت مش هتمسك، انت هتلعب بطريقه فيها تضييق مساحات، هدايا مساحات بطريقه 4 5 لعيبه اللي موجودين نص الملعب، ان انت بترحل وان انت بتقفل مساحات، مش هتدي مساحات لل 30 متر الاخيره دي، ان يبقى في سرعات فيها، انت هتبقى لان هم سرعتهم عاليه. يعني ديالو ده اللي واخد 3 ماتشات احسن لاعب، وسرعاته وقدراته ما تدوش فرصه انه يخترق ابدا. مساحه، ولازم الكتره العدديه اللي في تقفل كل اتجاه، مساحات في كل اتجاه ناحيه ديالو ده، يبقى في 3 4 لعيبه قافلين المكان، بلوكات، صبحي، رامي، ياسر، نص الملعب، يبقى ده بلوك معمول اقفل الجبهه ديت. بلوكات، مش ان انا هروح امسك واحد افضل اجري وراه. بس ما هي لسه كنت هقول لحضرتك، عندنا ازمه احنا في موضوع الدفاع، احنا بنجري ورا المهاجمين. زمان ايامكم انا فاكر، انا كنت بتفرج، بحب يوم الجمعه اتفرج على انا كنت بحب اتفرج يوم الجمعه عندنا في النيل الرياضه او في مسبيرو زمان، ماتشات الثمانينات والتسعينات. فحتى احنا في الانديه عندنا في الماتشات بتاعتنا في الدوري، المدافعين دايما بيرجعوا بظهرهم، يعني بيواجه، وشفتها كتير ومستغرب ان ما بشوفهاش ليه دلوقتي مع تطور الكوره يعني. فحضرتك الفكره بتتكلم عنها في دي، ما تجريش ورا المهاجم.
يعني خليه في وشك يعني. لو روح البيت ترجع. روح معاه خلاص. لو روح البيت تروح معاه انت انا بقول لحضرتك كابتن كانوا بيستنوهم بيرجعوا، هو قاعد بيرجع بظهره. ما بقاش في الرجوع بالظهر ده، هتواجه السرعه بتاعت القوه والنقلات وازاي ترمي ورا الخطوط. انتوا عندهم سريعه جدا. الظهور للاعب اللي عنده الكره، المستحوذ على الكره عشان تسهل له مأموريته كتير جدا. هم نقلاتهم على الارض سريعه دقيقه، مش بتروح لاي حد. نمرة واحد يا شوقي، سرعه الارتداد في حاله فقد الكره لمنتخبنا. بعد ما بفقد الكره، سرعه الارتداد السريعه دي عشان ارجع، انت مقسم الملعب في 3 مساحات. تلت هجومي وتلت وسطاني وتلت دفاعي. انت هترجع تقابل فرقه كوت ديفوار منين؟ هترجع نص الملعب، يبقى بلعب دفاع منطقه عشان نص ملعبي ده كله يبقى مساحاتي مقفوله، والعب على الوقت ربع ساعه في نص ساعه في 45 دقيقه، وامشي المباراه زي ما انا شايف. يعني شايف عايز اضيق المساحات وعايز اطلع الشوط الاولاني، امشي المباراه كده. كريست ده اللي هو الديفندر ده في نص الملعب ده، وبيطلع من الاطراف بشكل خطير. ده يمكن 70% من قوه المنتخب ده. لا 19 سنه ده تشكيل الماتش اللي فات بتاعهم. بيلعب في طرابزون التركي. كويس جدا. ده بيجي زياده دايما من نص الملعب. ايوه. فهتلاقي في رقابه من لعيبه نص الملعب. ومن الناحيه اليمين على طول، اليمين ده واخدينه على طول كده. الزياده اللي هتيجي من نص الملعب، لو انت مقفل الاربعه الخمسه اللي موجودين في خط الضغط مع لعيبه نص الملعب، بقى عندك 7 8 في نص ملعبك بترحلهم عشان تقفل المساحات. لكن تفتح الملعب كده وهاجم والكلام ده لا، لعب مفتوح. لا مفتوح ده يعني معاك ربنا. يعني بتبقى فيها صعوبه جدا. انا بتمنى من المدافعين بتوعنا ايوه ما يعملوش اخطاء حوالين الصندوق بتاعنا. ما يتعمدوش ارتكاب غلط يتعرضهم لا اما للانذار، وتعرضنا احنا للكره الثابته بتاعتهم. عندهم المساكين الاثنين 25 سنه 26 سنه وسرعه وقوه. طول وقوه. يا نهار ابيض، الهيدر عالي عندهم بقى شغل. بقول لك الشناوي ليه دور مهم كبير جدا بكره. طيب احيانا بيبقى في حتى المدافعين عندهم ادوار هجوميه برضو موجوده، ده مهمه جدا. ومعظم ده كتير من هدافين البطوله اللي جايبين اهداف في منتخباتهم اساسا هم مدافعين في البطوله دي. المغرب النهارده ادم كايد حاجه خطيره قوي. دلوقتي انا ازاي فكره الارتداد بعد الهجمات وقطعها والسرعات، مين يعمل لي ده؟ مين عنده الادوار الهجوميه من المدافعين اللي عندي يقدر ده ويعمل سرعه ارتداد؟ لعيبه نص الملعب طبعا لازم ترجع بسرعه. نمره واحد مرموش وصلاح، سرعه الارتداد يبقوا قدام صلاح الكورة. عملها الماتش اللي فات. لعيبه مصر كلها تبقى قدام الكوره. تلت الملعب، نص الملعب بتاع منتخب مصر والكوره قدامي، واقفل مساحاتي، العب بقى على هجمه مرتده، ولما تقع معايا كورتي بلعب لعب الطبيعي جدا. انا برده مش هبقى قلقان، لا العب كوره عادي. عندك امام وزيزو وصلاح وفي ادوار لكل لعيب طبعا. ادوار واحنا مستحوذين على الكوره، وادوار واحنا فاقدين الكوره. واحنا مستحوذين على الكوره بيحصل دعم او تعزيز من المدافعين طبعا الى خط الوسط والمهاجمين. يعني المدافعين بيطلعوا لوسط الملعب، وسط الملعب بيكمل بيدعم الهجوم وبيعمل كثره في المنطقه بتاع الخطره بتاعتهم. احنا في برضه في الهجمات المرتده لازم نراعي قوي ان احنا ما ننساش وما نشتش، لان هم هجمات المرتده بتاعتهم سريعه جدا. فلازم يبقى في واحد او اتنين مسيطر على وسط الملعب بتاعنا. ما هي معركه نص ملعب. نص ملعب. لان الحقيقه مروان عطيه بيقوم بدور عالي قوي قوي قوي. صحيح فعلا. انا مش بطلب من اللي حواليه، سواء يعني زيزو ما يقدرش يعمل الدعم القدام والتعزيز ورا. لا ما صعبه. وعنده كمان جنبيه هيبقى يعني يا اما زيزو او زيزو يا امام عاشور. برضه دولت مطلوب منهم ان هم يدعموا الهجوم طبعا. فانا مش عايز المدافعين ينسوا ويكملوا قدام. عمليه الارتداد بتاعتهم هتبقى تقيله وتبقى صعبه. مش هيجاروا سرعه الناس بتوع كوت ديفوار. خلي بالك برضه اتفضل يا كابتن. اذا كان هو عايز كابتن حسام يفكر عشان يبقى تاميني قوي جدا فيقول لك العب مثلا بخالد صبحي ورامي وياسر الثلاثه ويلعب بهاني ويلعب بفتوح. في الحاله دي هتروح انت حاطط حمدي فتحي في نص الملعب جنب مروان، يبقوا الاثنين في نص الملعب قدامهم. فتوح عمل اللي احنا بنقوله من شويه.
قبل كده قدامهم زيزو، ويبقى امام هو اللي على الدكه، ويبدا مرموش وصلاح، يبقى انت طلعت امام بس حطيت فتوح باك ليفت ولعبت بثلاثه ورا صرف 3 بقى اللي هو صبحي وياسر ابراهيم ورامي، وتخلي مروان وحمدي فتحي 2 ديفندرات في نص الملعب اللي هم بقى حائط صد، فيبقى في مسانده، ويبقى الناحيه الهجوميه عندك هاني ناحيه اليمين يعني هاني باك رايت وفتوح باك ليفت، ويلعب خالد صبحي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم 3، ويبقى مروان وحمدي فتحي. ده هو كده هيلخفنهم زي ما بيقولوا بالبلدي كده، هو بالنسبه لهم ده دي حلوه دي. تلعب ب3-5-2. هم ما شافوش ده قبل كده معاه. فدي يبقى انت عندك فتوح بيهاجم وهاني، بس انت مثبت 3 ورا عشان السرعات وبتدافع كويس، وعندك نص ملعب الاثنين يغيرها في الملعب ازاي دي بعد كده؟ داخل الملعب الاثنين ديفندرات زي ما هم. انت كده مش هترجع حمدي، مش هيرجع حمدي، لا يبقى حمدي ومروان هم 2 ديفندرات، قدامهم زيزو محمد صلاح مرموش. دي تبقى جميله جدا وتبقى قافله كويسه. طبعا ويبقى عندك ناحيه الهجوميه فيها زيزو وصلاح ومرموش والباكين، وعندك تامين دفاعي وعايز يامن، يبقى انت تامينك الدفاعي قلب الملعب ده يبقى مقفول كويس من الديفندرين. انا قلقان من قوه هجوم لا وارد. بص قصه بوركينا لما لعبوا بوركينا غير، انا بقول لك هتختلف لما بتلعب مصر. احنا امكانياتنا المهريه دايما مع الافارقه مهاريات، مهاره اللعيب المصري مش وحشه، وعندك لعيب الكره مهاريا عاليين عندك مشكله الاصابات ومشكله الدكه النهارده. انت لما تيجي تلاقي الدكه عندك فيها مشكله شويه. غياب تريزيجيه مأثر طبعا تريزيجيه محمد حمدي يعني انا شايف هو تريزيجيه عشان في ادوار ثابته هو بيعملها دايما بيخترق بقى وبيمر بيعرف يصنع فرصه وبعدين يعمل عرضيات. واصل محمد حمدي بنعمل نفس الكيفيه، يعني هو بيعتمد على محمد حمدي كباك ليفت عشان بيتقدم ويعمل عرضيات كويسه وبيدافع. فتوح ما بيدافعش كويس وما بيعملش عرضيات بس يهاجم كويس عنده سرعه، فلما يهاجم ويبقى بيرجع يدافع. بس كوره فتوح اعلى، بقول لك هجوميا كويس. كوره فتوح حمدي اعلى فنيا وعنده ذكاء هو في لما بيمسك الكوره بتبقى محطه، الناس بتقدر تاخد اماكن تفتح له عشان هو يقدر يحتفظ بالكرة كويس، يقدر ينطلق بيها كويس، يوزع بيها كويس. محتاج حد في ظهره، يعني هو لو لعب فتوح كده ويهاجم وتدي له حريه في الناحيه الهجوميه لازم حد يغطي عليه. خالد صبحي ورامي وياسر ال3 دول ومعاهم هاني ناحيه اليمين، انت كده قفلت كويس قوي. 2 ديفندرين، لان لازم الديفندرين يبقوا موجودين، ان كريست دوت مش طبيعي، فهتلاقي لازم حد برضه يبقى فيه رقابه، ما يبقاش نص ملعبك فيه زيزو وامام، لا يبقى فيه مروان وحمدي قدامهم زيزو وصلاح ومرموش، انت قافل نص ملعبك كويس. ياسر يكررها تهديفيا يعني براسه يعملها وارد على فكره. ياسر ابراهيم بيموت نفسه. خلي بالك انت برضه فدائي قوي فعلا، بيعزز الهجمات كويس قوي وبيرتد بسرعه جدا. وانا شايف ان افضل مدافعين على الاطلاق في الدوره كلها ياسر ابراهيم. انا اتمنى مصطفى يبقى موجود بره على الدكه تغييره كويسه، اتمنى مرموش يبقى في حالته لان مرموش سريع بالكوره جدا. ممكن يخش بيلعب بدماغه كتير هو وصلاح، لكن اعتمادهم على المهاره، سرعتهم 1 ضد 1، الانطلاقات اللي ما بين المساكين، اي كره جوه ال18 هتلاقيه بيعرف يجيب لك جول. فمرموش وصلاح مهمين جدا بكره. هو اسم الاثنين دولت هيعمل خلل وربكه ليه. خلي بالك كمان الشوقي الولاد الصغيرين بتوع عندهم ال3 اللي قدام 19 و18 خبراتهم مش كبيره قوي، لكن هم لعيبه الكوره كويسين، تقدر تسيطر بالتزام. هي دي النقطه برضو الشوقي، يعني احنا من وجهه نظرنا بنقول ده صلاح ومرموش لانه دول الكبار اللي عندنا الاثنين. الفرقه دي او كوت ديفوار بالنسبه لهم دول بيشوفوا الاعلى منهم كل يوم، وبيلعبوا جنب الاعلى منهم كمان، وهم يعني هم بيلعبوا بالطريقه الاوروبيه، وحضرتك عارف ان اوروبا بلا تنبهر باللاعبين يعني. هي دي ليها جانب ان هو عايز يثبت للناس انا احسن من ده، مش احسن انا مش بعيد قوي عنه. طبعا صلاح اللي هو حاله في العالم كلها. لا انا برضو يعني انت بتشوف حضرتك حالات الاحتكاك بصلاح بتبقى فيها عنف اكتر ما بيتعمل مع اي لاعب تاني. طبعا يعني طبعا كريست ده عنده 19 سنه، يعني 10 سنين كان بيشوف صلاح مثلا عنده 8 سنين بالظبط كده، فاهمني؟ فبالنسبه لهم صلاح لا رعب برضو. هتلاقي المدرب عامل حسابه وعامل حساب لمرموش وعارف فرقه مصر كويس. ده هو حاطط له من دلوقتي 2 مدافعين. يعني صلاح مش هيبقى قدامه واحد،
هياخد 2 ومرموش هياخد 2. فدي اللي يخليني اقول ان الخلخله الدفاعيه عندهم عايزه حد يستغلها. طيب هل يعني احنا مثلا من النهارده قاعدين بنفكر في السنغال، صح؟ رغم ان احنا لسه ما خلصناش ماتش بكره، يا ربنا يكرمنا ان شاء الله، يا رب ان شاء الله ونقابلهم. لكن هل الفكره دي ممكن تكون موجوده في بال الكابتن حسام واللعيبه؟ اكيد مستحيل. انا شخصيا بقول ان حسام بيلعب محطه. ايوه، مباراه. هو حسابات الماتش بماتش، هو ناسي السنغال دي خالص كده. وهو مش فارق معاه خالص. هو عايز النهارده يكسب كوت ديفوار، وعايز يكسب كوت ديفوار، عايز ياخد البطوله طبعا. هو عايز اخر ماتش، عايز النهائي. يا راجل احنا قاعدين مع الكابتن الجوهري يوم ما كنا رايحين بوركينا فاسو، وانا والله كده، وكان جنبي الكابتن حسن مستكاوي وهو قاعد كده. فبيقول يا جماعه انا رايح انافس على المركز من 11 لل 13. ايوه. فبصيت له كده قلت له طب رايحين ليه بقى كده؟ رايح ليه؟ يعني ادعي ان احنا نروح يعني. رحنا وخدنا البطوله. ايوه. فهي دلوقتي حسام تلميذ نجيب للكابتن الجوهري. هو يهمه المحطه اللي هو فيها دلوقتي. حطيته دلوقتي عدي التحرير، عايز يوصل لرمسيس، يعني خلص التحرير الاول. بعد كده يروح روكسي بقى، ربنا معاه السكه فاضيه ان شاء الله. برضه يا استاذ كوت ديفوار عامله حساب كبير جدا لمنتخب مصر، مع احترامي يعني. كل الماتشات اللي هم كانوا فرقه جامده جدا كنا بنكسبهم. وتلاقي الدنيا صعبه وكلنا قلقانين من كوت ديفوار وبتكسب بخبرات لعيبتك. انت مش الافضل على فكره، مش الافضل، بس عندك قدره، في عندك حاجه كده. لا انت تاريخك واسمك الناس قلقانه منك، وجود صلاح مديك تقل 50 في الباور كبير جدا. مرموش كمان وحاله اللعيبه. لكن انا بقول لك هي العمليه عمليه. هو صلاح البطوله دي بالذات بطوله اللمسات الاخيره بالنسبه لصلاح، مش بعرف يجيب لي واحد يعني في النهايه بالظبط بيديك التاتش اللي في الاخر دي ساعه، لكن واحد يجيب لك جون في لحظه. يعني احنا في ماتشات انتقدنا فيها صلاح يقول لك اصل بيلعب على الواقف، اصل بيستنى لما الكره تجيله، اصل ما بيجريش على يصنع فرصه. عندنا مشكله في مصر صعبه جدا. المنتقدين اللي بينتقدوا في البرامج الكتير قوي ديت، احترامي حتى للناس الاسامي اللي بتطلع تنتقد في الكابتن حسام، زملاء الكابتن حسام اللي كانوا بيلعبوا معاه في جيله معاه، مش جيله بس، ده في ناس اصغر من الكابتن اصغر منه. صح بيتكلموا بطريقه وحشه جدا جدا على واحد هو كان كابتنك وانت كنت لسه صغير بتلعب معاه، بتتكلم عليه باسلوب وحش جدا. مشكلتنا ان احنا عندنا يعني بقى كلهم مش اقل من 100,000 مدرب مفتي و100,000 مفتي و100,000 معلق، وكلنا لنا رؤيه قد تختلف مع حسام. بس احنا دلوقتي بنقول ان حسام الاساسي في كل اختياراته، هو كويس. حق كويس، هو صاحب الحق الاول. ان النهارده عندي، اسف التعبير، عندي كابتن مؤمن وكابتن حسام، انا اختار الافضل منهم لان انا عايش معاهم. صح. انا في اخر تدريب عارف مين اللي قادر ومين اللي مش قادر، مين اللي كابتن مؤمن انت ممكن لعيب كويس بس هو المود بتاعه قبل الماتش ده حصل حاجه مش هتلعبه، انت عارف هيضيعك حتى لو هو فنيا هو الاعلى. مظبوط، صح، بيحصل معاك، بيحصل اوقات. صح. يعني في تشكيله واللاعب ده لا، اللاعب ده انا هستبعده لو قبليها انا ما عرفتش كمان اصلا خلاص. ممكن بقى اغير له المده. انا اتعامل معاه بطريقه نفسيه كويسه، وابدا اغير له الكلام، وابدا اوجهه حاجه تانية، اخليه يتغير، اخلي المود ده يتغير لسكه تانية خالص، لحافز تاني، لمستواك انت هتبقى احسن، انت هتلعب منتخب، انت كذا، تديله حاجه طاقه تانية ايجابيه. طب في سؤال دايما بحب اساله للناس المتخصصه، مدربين مثلا، محللين فنيين، بالنسبه لك كمدرب بتتفرج على الماتشات، الاستاذ شوقي لما بيتفرج برضه ليه رؤيته وطريقته في الفرجه، انا حسام مواطن عادي، انسان عادي بحب الكوره، بتفرج عليها بطريقه معينه، ابقى فرحان بالاجوان وفرحان بالكوره الحلوه كده. لما كابتن مؤمن يتفرج وهو مدير فني بياخد ايه اللي شفته مختلف في المباريات نفعتك في شغلك، حسيت انه دي جديده، لا الجمله دي بتتكرر كتير، لا الجمله دي بدات تظهر في المنتخبات الافريقيه على مستوى التدريب؟ مستوى التدريب لازم استفاد من البطوله. انا البطوله اللي هي بتتلعب دي لازم انا كمدرب استفاد منها. ايه اللي شفته لغايه دلوقتي بالنسبه لك؟ يعني في حاجه حطيتها في نوتة عندك؟ سرعه الارتداد للعيبه الافارقه اول ما بيفقدوا الكوره، سرعه الارتداد غير عاديه، لياقه بدنيه غير عاديه، الكور الثابته بتتنفذ باكتر من طريقه. كل الكلام ده انا بتفرج عليه. انا انت بيجي لك ماتش قبل كده لفرقه هتلعبها فتقعد تحللها، بتقعد تشوف نقط القوه والضعف اللي عند كل فرقه، تشوف طريقه اللعب بيلعبوا بيها. ففي افريقيا لا، الموضوع اختلف، تطور غير طبيعي في الكوره، ما
بقاش في اللعب البطيء بتاع زمان. النهارده الكاميرون قوه غير طبيعيه في الملعب جسمانيا، ما عندهمش مهاره زي المغرب. المغرب بسرعه، مهاره فرقت. تلاقي المغرب في كوره جاب لك جول، في انفراد، امكانيات ابراهيم دياز. السنغال لا، في امكانيات بدنيه، لكن انت كمدرب لازم تستفاد من طرق اللعب اللي بتتنفذ. المغرب بتعمل ايه؟ بتلعب بطريقه معينه. النواحي الهجوميه في جنب معين من الجناب مين اللي بيشتغل فيها؟ مين الجمل اللي بتتعمل في فرقه السنغال بتتعمل ازاي؟ سرعه اللعب ازاي؟ كل الكلام ده لازم تستفاد منه. طب استاذ شوقي اتفضل. فكره يعني يقول لك مثلا ايه، احنا شفنا المنتخب ده بيتميز بجمل معينه وتتكرر في الماتش مره واثنين وثلاثه، فكره بناء الهجمه يلعب من الاطراف بطريقه معينه وتلاقي الجمله دي بتتكرر اكتر من مره. اول ما بتفرج على الماتش بشوف جوده او حسن اختيار التشكيل بتاع المدرب. نمرة 2 اسلوب اللعب، هو بيلعب بتوازن دفاع هجومي، هو بيلعب بدفاع صرف تمام. هو بيلعب على الهجمه المرتده، هو بيلعب على الكره العاليه للمهاجم. اللي هو اسلوب لعب المدرب. بعد كده هل التنفيذ على الواقع بيتماشى مع خطته ورؤيته وفكرته من الاول؟ يعني انا هقول لك حاجه. اتفضل. كان هولمان مدير فني النادي الاهلي، اول تلت ساعه عجبه الاداء، عجبه، ما عجبوش يعمل تغيير بعد التلت ساعه. بعد 35 دقيقه يسحب واحد وينزل واحد، ما كانش عنده مشكله. بعكس اللي قبليه اللي بعديه، يعني في الراجل اللي كان في الاهلي من قيمه فتره ده متاكدين ان هو يقعد للدقيقه 65 عشان يفكر يغير. دي بتبقى ايه؟ بطء في اداره المدرب للمباراه، اتخاذ القرار. لازم يكون اختيار التشكيل بتاعه يتناسب مع الخطه اللي هيلعب بيها، مع الانتاج اللي هو عايزه، مع الهدف اللي هو بيبقى حاطط هدف. وحاطط هدف ايه؟ بعد نص ده ساعه في كل ربع ساعه ليه قصه. الربع ساعه الاولى يعني وانا دلوقتي بقى معايا 5 تبديلات مش 3 كمان. خسران كسبان، اعمل ايه بين الشوطين؟ الحقيقه المدرب او الكوتش ليه يعني هو صاحب القرار في النهايه. طبعا جداً. طبعا بس تتعلم بقى مع الاجانب. تشوف جراديولا بيعمل ايه، تشوف الناس اللي هي يعني بتقدر تفهم اللي جوه اللعيب واللي هيديهوله بعد كده. المغرب النهارده كسبت الكاميرون 2-0 والسنغال كسبت مالي 1-0. كانت مباراه قويه، مباراه السنغال ومالي. كمان عملوا ماتش كويس جدا قوي ما بقول لحضرتك. مطرود منهم واحد لكن فرقه هي مشكلتها كل البطولات الافريقيه بتأدي كويس قوي لغايه دور الثمانيه وبتخرج. ما بتفكرش انها تاخد بطوله. لكن هتلاقي مالي دي عندها كم من المحترفين كتير جدا جدا في الدوريات الاوروبيه. لكن بطوله ما بياخدوش بطوله، ده كبيرهم بيطلعوا دور الثمانيه. بس هي فرقه كويسه جدا جدا منظمه جدا، قويه جدا. اتخطفت النهارده من السنغال ومطرود منها واحد، لكن تحس في وقت من الاوقات كانت زنقه السنغال. جدا. يعني في وقت من الاوقات تحس ان هم هيتعادلوا قبل ما السنغال يجيب الجول الثاني يا مؤمن. السنغال كانت بتلعب خايفه من الماتش. السنغال كسب 1-0 خايفه، يعني بتلعب باستماته عشان شبكه. طبعا. يعني كولوبالي ده كان مموت نفسه. ورغم ان هو 2 متر وبتاع سنه كبر شويه برضه بقى بطيء شويه، لكن خط لسه في طبعا بس قوه. خط الظهر مش بنفس يعني مش زي القوه الهجوميه اللي عندهم. خط ظهرهم برضه السنغال اقل شويه. الكاميرون رجعت كاميرون زمان؟ لا زمان في البطوله دي مفيش. صعب. صعب. ولا نيجيريا ولا كوت ديفوار ولا احنا كنا بنكسب. يعني اخر كاميرون كان ايتو. طبعا. بعد كده ما فيش. نيجيريا طبعا. كاشي ولا الفرق بتاعت نيجيريا دي وكانوا وصندي ولسي. لا وبابا انجيدا لا طبعا دي حاجه. لا دول مش هيجي زيهم نيجيريا ولا كاميرون. خلاص. المغرب حاله خلاص. احنا بقالنا كام سنه في حاله اسمها المغرب. مش احنا بنبص لها كعرب او كافارقه، لا بقت حاله عالميه. يعني في حاله كده عارفين يحافظوا عليها. الحاله دي عملتها غانا من كام سنه كده، وقعدوا لهم 10 سنين
عاملين المشروع ده تقريبا يعني كده، وتواجدوا في كاس عالم، سواء شباب ناشئين كبار، وكانوا جامدين. الحاله دي المغرب حاله مؤقته ولا عندها قدره على الاستمرار؟ لا انا شايف عندها قدره على الاستمرار، خاصه مع مشروع كاس العالم اللي هتنظمه. طبعا كفايه ناشئين اللي عندهم كمان، كفايه البطوله العربيه اللي ادوا فيها، عندهم فرقه ثانيه صف ثاني ما شاء الله، لعيبه الكوره جامده جدا، عندهم ناشئين كويسين جدا من الشباب، الناشئين والشباب ومنتخب اولمبي ولا اللي لعبوا في البطوله العربيه، لا عندهم محترفين كتير جدا. النهارده بتلاقي فرقه المغرب النهارده ما شاء الله، انت ابراهيم دياز ده من احسن لعيبه في البطوله السنه دي، يعني حاجه. لا هو مشروع، لعيب كبير، لعيب يعني كبير. ايه مشروع؟ يعني منظومه فيها حلقات، حلقه شبابيه، حلقه فرقه او منتخب تاني، منتخب اول. كلهم مين ده بيدي ده بيدي مين اللي ماسكهم كلهم؟ مدربين وطنيين. كلهم. ما انا بقول لحضرتك مشروع. لا والمغرب بتصدر مدربين، والحقيقه كمان لازم نقول ان رئيس الجامعه المغربيه للكره فوزي الأقجع. على فكره مدرب مصطفى محمد فنانت مغربي. انا بقول لك يعني مدير فني لنانت مغربي. 10 15 سنه اشتغلوا خدوا الرخص دي كلها من بدري. كانت انت موقوفه عندك. وايه جيل بيسلم جيل. طب الجزائر هل في صورة متوقعة لمباراتها بكرة مع الكاميرون؟ الجزائر ونيجيريا عفوا، في قدرة كبيرة. الجزائر هل عادت كما كانت من 3 مواسم؟ بيلعبوا بطريقة واحدة اللي هو ايه، والاثنين كانوا كسبانين ماتشاتهم وطالعين. الكفاءة الفدائية، هما الاثنين بيلعبوا بفدائية غير عادية. بس انا شايف ان كفة الجزائر افضل. الجزائر افضل، بس الاثنين مش هيكملوا. يعني الجزائر ممكن يكسب الخضر يعني ماتشهم. بنتكلم على المحطة دي. الجزائر يكسب. الجزائر يكسب. والاثنين فدائيين قوي. الاثنين بيلعبوا باستماتة، عندهم روح. احنا فرحانين للمغرب النهارده طبعا جدا طبعا، واتمنى بكره نفرح كمان للجزائر، اخواتنا العرب طبعا واشقائنا، نتمنى لهم ان هم يعملوا ده. المغاربه شوف الروح الجميله مع الشعب المغربي الجميل بصراحه. لان هم اصل هم عرب زينا طبعا، فاكيد هيقفوا معانا ضد كوت ديفوار. الروح المعنويه اللي بتديها الجماهير في الملعب بترفع من كفاءه لعبتنا، وبتديهم ثقه في نفسهم وتديهم روح معنويه. يعني شوف تخيل هم من جمال كل اللقاءات اللي بتتم معاهم يقول له تتوقع مين هيقول لك مصر والمغرب تكسب. هو طبيعي لازم يقول كده، بس الجميل يقول لك ايه، مصر موجوده في النهائي. حلو، علاقتنا بيهم كويسه جدا. والجزائر نفس القصه. طبعا يعني الجزائر، حضرتك كمحارب عارف دور الجزائر معانا في حرب اكتوبر كان كبيره ازاي يعني لا طبعا ده تاريخ. العرب كلهم كانوا على يد، يعني على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا. طبعا فنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. وهي بطوله ممتعه جدا بصراحه جداً. يعني نسخه من النسخ المميزه جدا، تصوير كل حاجه فيها على مستوى التنظيم طبعا، ملاعب وحكام ولازم نشيد بحكامنا المصريين طبعا وامين عمر طبعا. يعني انا في مقال من مقالاتي قلت ان امين عمر كان نجم المباراه، وللاسف الشديد بعض الناس خرجت على امين وقال الكلام مش مظبوط، وهو كان احد الاسباب اللي مشى المباراه لحد صحيح. عندنا حكام كويسين جدا عايزين بس الناس تدافع، يعني مش مبقاش احنا نهدم بقى في الناس يعني. نتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله باذن الله وكل الخير باذن الله. والكابتن حسام شرفتنا يا كابتن مؤمن، توفيق ليك وسعداء بوجودك معانا. شكرا استاذ شوقي، شرفتنا ونورتنا واسعدتنا، ودايما بنشوفكم على خير معانا وتنورونا في استوديوهات نايل سبورت. شكرا لحضراتكم. كل الامنيات الطيبه لمنتخبنا الوطني. بكره ان شاء الله الساعه 9 هنتفرج على الماتش، الساعه 11 هنطلع نهلل وننبسط ونسعد بالفوز والصعود باذن الله لقبل النهائي، ونشوف منتخبنا في المباراه النهائيه مع المغرب ان شاء الله ونكسب المغرب ان شاء الله باذن الله. بشكر كل فريق عمل هذه الحلقه واسره استوديو 36. هذه تحياتي حسام محرز، الى اللقاء.